أهلا بكم في 60 ثانية أخبار بطولة كأس العرب من هنا من الدوحة، والبداية بأخبار المنتخب الوطني الذي أجرى آخر حصة تدريبية واللمسات الأخيرة قبل مواجهة منتخب السودان في افتتاحية المنافسة العربية. رافق هيطان كان آخر الملتحقين بتربص الخضر هنا في الدوحة، وشكوك حول مشاركة وجاهزية ياسين إبراهيمي كأساسي مع المنتخب في المباراة الأولى. وكان مدرب المنتخب الوطني الثاني مجيد بوقرة الماجيك قد أكد في الندوة الصحفية التي عقدها أمام وسائل الإعلام بأن الجميع على دراية تامة بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأن جميع اللاعبين راح يشمخوا تريكو من أجل إسعاد الشعب الجزائري. من جانبه نجم المنتخب الوطني عادل بولبينا التي تعلق عليه آمال كبيرة في هذه المنافسة، أكد بأنه يشعر بالفخر بحمله لقميص المنتخب الوطني، وأنه سيقدم كل ما لديه من أجل مساعدة زملائه في الحفاظ على التاج العربي. هذا كل ما لدينا في 60 ثانية أخبار بطولة كأس العرب هنا من الدوحة القطرية.